لو عندك مقاومة انسولين وعملت 100 دايت بالطريقة العادية جسمك مش هيخف منها وهتفضل في نفس المشكلة. الحل كله في قراية التحاليل صح. مقاومة الانسولين معناها ان السكر مش قادر يدخل جوه الخلايا فبيتراكم في الدم وبيتحول لدهون، مفيش طاقة وتركيزك واقع وممكن ضغطك يعلى، ومع الوقت الكوليسترول والدهون الثلاثية كمان هتتأثر. كل ده بسبب ان الانسولين شغال بس مش مؤثر. الهوما اي ار لما نيجي نقراه هنلاقي رقم 4. الرقم نفسه مش مهم، اللي يهمني رقمين تانيين. طبعا انا دلوقتي بشرح على تحاليل كنا واخدينها من مريضه حقيقيه. الرقمين اللي يهموني بقى البيتا سيل فانكشن والانسولين سنسيتيفيتي. الاول بيوضح البنكرياس شغال قد ايه، والتاني بيوضح كفاءه الانسولين. اصل تخيلي كده ان البنكرياس تكييف شغال وباب الاوضه مفتوح، التكييف هيفضل شغال على الاخر ومش هيوصل لدرجه الحراره المطلوبه، وده نفس اللي بيحصل لما بناكل نشويات وسكريات ومقليات. البنكرياس بيطلع انسولين بكميات مهوله، فهنلاقي البيتا سيل فانكشن 237% زي الرقم اللي احنا شايفينه كده. بس المشكله ان الانسولين ده اصلا كفاءته ضعيفه، فهنلاقي مثلا الانسولين سنسيتيفيتي 24% بس، فالسكر ما بيدخلش الخلايا وبيتخزن كدهون. الحل اننا نقفل الباب، هنقلل نشويات وسكريات فالبنكرياس هيهدى، وهنزود حساسيه الانسولين شويه، وده بشويه عناصر زي بقى الكروميوم والمغنيسيوم وفيتامين بي ودي، وكمان طبعا النوم. مهم كمان الرياضه وتقليل التوتر. وفي حاله المريضه اللي كانت معانا الهوما اي ار نزل من 4 ل1.5، وكل ما المقاومه بتقل جسمك بيحرق دهون احسن وطاقتك هترجع وصحتك هتتحسن. علشان كده لو مقاومه انسولين اتظبطت حياتك كلها هتتظبط.